شايفين شكلها حلو قوي. بيقولوا يعني ان شكل الاكل اهم من الاكل نفسه، بس هنا بقى احنا عندنا الشكل والاكل تحفه بصراحه يعني. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم باذن الله. النهارده حبيت اعمل معاكم سمك سنجاري، وهنا كان معايا سمكتين بوري كبار. حبيت اخليهم كبار عشان خاطر لما اتحط في الفرن وكده ما ينشفش مني. اول حاجه ابتديت بيها هعمل الخلطه الاول، بعد كده هنضف السمك. الخلطه بتاعتي من بصلتين لتلاتة، بس انا هنا عملت 3 بصلات صغيرين. لو هتعملي مثلا بصلتين على حسب كميه السمك اللي انت هتعمليها، انت طبعا تقديرا كده بتشوفي. يعني انا بحب اكتر الخلطه في السمك قوي، فانا هنا عملت 3 بصلات عشان خاطر هنضيف برضو فلفل وطماطم، فهتبقى كميه معقوله معايا ومش هتترمي او هتفضل زياده. حتى لو في زياده او كده ممكن عادي نحطها في الفريزر، مفيش اي مشكله. هنا حطيت البصل على النار وضفت عليهم من 3 فصوص لفصين توم متوسطين كده، برضو مش كبار قوي. وهم على النار كده من دقيقه لدقيقتين هبتدي اعمل في الفلفل بتاعي. الفلفل هنا فلفل حامي طبعا، ده حسب الرغبه. الشطه بس انا طبعا احنا بنحب الشطه جدا، فكان فلفل حامي وفلفل رومي عادي وفلفل لون كده، اللون الاحمر ده عشان بس يديها شكل كده وخلاص. وبرده بيكتر معانا في التتبيله. وبرده هفرمهم برده في المفرمه بتاعتي اليدويه دي، برده فرم ناعم شويه، مش كبير قوي ولا صغير قوي. وهضيفهم مع البصل. وبعد كده بقى عشان ما اطولش عليكم، انا كنت عملت برده الطماطم بنفس الطريقه. الطماطم بتاعتي لا اما تقطعيها تقطيع صغير خالص، لا اما تفرميها فرمه صغيره في الخلاط او في المفرمه بتاعتك برده. ومش هنسبكها كتير على النار، يعني مثلا هي دقيقه او دقيقتين بس المكونات تختلط كده مع بعضيهم. وهضيف عليها بقى ملح وكمون وفلفل اسود او كزبره وعصره ليمون كده. انا برده عصرت ليمون بس مجتش في الفيديو. وهسيبها كده من دقيقه لدقيقتين وهطفي عليها، وهبتدي بقى ان انا انضف السمك بتاعي. هنا تنظيف السمك بتاعي كأنك راح تعملي تنظيف يعني سمك مقلي بالظبط، بس الفرق هنا بدل ما هتفتحي السمكه من بطنها بنفتحها من ظهرها. يعني هتبان في الفيديو دلوقتي. هنا ابتديت ان انا اشيل الزعانف وكل حاجه من على السمكه وكده. هي غلبتني شويه بصراحه، لان كان العظم بتاعها كان جامد قوي، وانا المقص بتاعي ما كانش حامي قوي ان هو يعملها حلو. بس الحمد لله يعني عملتهم هما الاثنين، وابتديت ان انا اقشرها حلو واغسلها. ولازم اغسلها كويس قوي عشان خاطر الوبره بتاعتها دي، ولا مش عارفه اسمها ايه بصراحه، ما تجيش يعني في البق او كده وتقرف حد منها. وابتديت بقى هنا ان انا افتحها من ظهرها. بنفتحها كده من ظهرها برضو، غلبتني جامد لان السكينه بتاعتي ما كانتش حاميه. بس الحمد لله يعني قدرت ان انا انضفها في الاخر يعني. وما شاء الله يعني اللي كان صعب عليا الموضوع ان هي كانت كبيره، والعظم بتاعها كان جامد شويه، ناشف شويه يعني. وانا المقص بتاعي ما كانش حامي برضو، يعني المقص والسكينه بتوعي ما كانوش حاميين، بس انا الحمد لله يعني عرفت اعملها وفتحتها. فتحتها هنا وما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني بجد نوع السمك كان جميل قوي، وبطنه ما شاء الله يعني شوف البطاريخ اللي طالعه منها بسم الله ما شاء الله، يعني كانت جميله قوي قوي يعني. هنا طلعت البطاريخ شوفوا ما شاء الله كانت تحفه. وممكن عادي انا برميها بصراحه عشان ما بحبهاش الكبيره دي قوي، بس انا بحب البطريخ عامه في انواع سمك تانية، لكن البطريخ دي مش بحبها قوي يعني. فهنا بقى بعد ما نضفتها بسم الله ما شاء الله برضو شكلها حلو قوي، نضفتها حلو قوي، بشيل السمار اللي فيها وبشيل بطنها كله وبشيل الدماغ برضو وكل حاجه فيها، زي تنظيف السمك المقلي بالظبط. بس زي ما قلت لكم الفرق بس ان ده بيتفتح من ظهره مش من بطنه من قدام. هنا بسم الله ما شاء الله يعني باين فيها اللحم وكتير وحلو عشان خاطر السمك كبير. هبتدي بقى جبت ورق الفويل بتاعي، وهبتدي ان انا اظبط مقاس السمكه على الورق عشان خاطر ما اهدرش ورق كتير فويل يعني. حطيتها كده في الاول، وابتديت ان انا اقيس من الاطراف يعني يعني كده هتقفل الدماغ كده، هتقفل الجنب وكده. وهحط الخلطه واقفلها كويس. هتشوفوا في الفيديو طبعا موضح كل حاجه. ابتديت ان انا احط الخلطه بتاعتي. طبعا الخلطه ما تنسوش ان انا ما سبتهاش على النار مثلا 3 دقايق بالكتير، لما انا احطها على نار عاليه، بس انتوا تحطيها على نار متوسطه. وهنا قست ان انا يعني هعرف اقفلها حلو من الجنب، وابتديت ان انا اقص على مقاس السمكه بالظبط، يعني لا اكتر ولا اقل، عشان خاطر التتبيله كلها تكون مستويه كده واللحم كله يكون مستوي. وطبعا هدخلها في الفرن على اهدى درجه حراره، يعني 140 مثلا. تهدي خالص، تخلي الفرن هادي خالص ولا كانك بتسوي كيكه. تهدي خالص خالص خالص. وبعد كده مثلا لو عايزه تعلي الشوايه من فوق عشان بس تحمريها كده الشكل من فوق، ماشي. وتسيبها تستوي مثلا هي مش بيغيب يعني، مثلا ممكن يقعد نص ساعه في الفرن. وتهدي خالص كده عشان خاطر يكون مستوي والتتبيله تاخد راحتها، وبعد كده تحمري الشكل بس من فوق. هنا برضو قفلت السمكه التانية، وهنا كان شكل التتبيله. حبيت بقى ان انا ازينها كده قلت احط ليمون برضو بقى شكله جميل قوي بليمون، وبرضو طعم الليمون فيه بيبقى حلو. لازم تعصروا ليمون في التتبيله. انا زي ما قلت لكم انا عصرت بس ما جاش في الفيديو. هنا كان معايا ليمونتين كبار، قطعتهم شرائح كده وحطيتهم على فوق بالشكل، يعني زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي. بيقولوا يعني ان شكل الاكل اهم من الاكل نفسه، بس هنا بقى احنا عندنا الشكل والاكل تحفه بصراحه يعني. اللي على فكره الكاميرا كانت ظالمه الموضوع جدا. هنا بعد ما خلص كنت عامله رز ببصل وسلطه، واقسم بالله بجد يعني الكاميرا ظالمه الدنيا.
يعني شكله في الحقيقة احلى واطعم، يعني طعم وريحة والخلطة بسم الله ما شاء الله كان جميل بجد. اتمنى تجربوها، واتمنى تعملوا اشتراك في القناة ولايك على الفيديو لو عجبكم الفيديو، ويا رب تكون سنة سعيدة وجميلة عليكم بإذن الله، وشكرا.